مسلم محمد صبري في اخر اخبار نادي الزمالك الاهلي في 24 ساعه الاخيره قبل ما نبدا. دوس على اللايك والاشتراك لو انت جديد، واعمل قناه ماشي كل جديد. يلا. اول خبر معانا بيان بالزياره، بس ده معرب مش بالانجليزي، نزله على الانستجرام. اتحدث لجماهير الزمالك مباشره من قلبي دون فريق او محامي. ارتبطت جماهير الزمالك منذ يوم الاول. لم اشعر بهذا الانتماء منذ تخيل من فريق فسوق دي. رفضوا عروضا مهمة للموسم الماضي لأنهم كانوا أريدوا ترك الفريق أو خذلان الجماهير. كان مهمتي الفوز بالدوري مع الزمالك، وحققنا ذلك مع ولا الدم على قرار البقاء. وأنا ندم على قرار البقاء، ما ندمش إن هو بقى. يعني الموسم اللي فات لما جاله عروض كبيرة يعني. بس أنا أقول لك حاجة، بتظهر خلي بالك زيزو نفس الطريقة، بيانات بقى، نفس اللي حصل بالظبط. كان اللي جاله عرض برضه من نيوم السعودي 6 مليون دولار وما مشاش. خايفين لا اسمه ده ما يروح الاهلي، ما استفادش بفلوس، ممكن يروح ببلاش. انت لسه فاضل 3 مواسم ومتمرن كده، وزيزو برضه نفس الكلام. يا جدعان والله ممكن يروح الاهلي عادي، ممكن يروح الاهلي ب 3 مليون دولار. من الاخر كده خلاص الكلام ده كله بيقول لك اللي هو مش راجع لغايه اللي هو عايز يتبافع. هو مش راجع لغايه ما يمشي، مش هيرجع. وخلي بالك انت، هو واخد كل فلوسه، محاميه واخد كل فلوسه، الوكيل بتاعه واخد كل فلوسه اللي كان مش عايز يرجع عشانه. يعني كل حاجه واخد فلوسها. كان هو واخد فلوسه كلها مستحقات بتاع الموسم اللي فات مكافآت، وكمان عليها فلوس زياده. يعني المفروض يرجع. لا انت هو لو اتاخر اكتر من كده ما كانش شكله. وصول بعثة فريق الاهلي الى اسبانيا، يعني ربنا يرجعهم. طبعا لعبوا وديات، واحده مع جيرونا، واحده مع اسبانيول، واحده مع برشلونه. انا متوقع الاهلي مثلا يكسب واحده، يخسر واحده بفريق واحده واثنين، ويخسر فريق كبير قدام برشلونه، فريق كبير جدا. وطبعا عندك اشرف داري بيقول لك لن اتنازل عن مستحقات اللاعب الاهلي. طبعا هو، طبعا قلت لكم الخبر ان هو مراته يعني متجوز عرفي هنا. تعال متجوز عرفي ومراته عرفت وممكن يطلق. هو ان شاء الله يعني ربنا يعدي على خير، وممكن ما يعني وياخد من جزء مستحقاته قبل ما يمشي ان شاء الله. وغضب معتمد جمال بسبب ايه؟ بيقول لك زياد وزن لاعبي نادي الزمالك. طب ليه يا معتمد؟ بيقول لك عايز بقى ايه؟ ادى قرار لو خلاص هيكثف التدريبات البدنيه. طبعا هيكثفها لازم يبقى، بس بيقول لك اللعيب واخد 75 يوم سلبي مش ايجابي. عندك بيتزارا كان ايجابي، الجفالي لا، الجفالي كان ايجابي، محمود جاي كان ايجابي، ليه كان بيتمرن منفردا بقى اعداد بدني وفني. فان شاء الله يعني انت عندك اول ماتش يوم 21 هنكون في المصيف. يعني هقول لكم قبلها بيوم كده ولا حاجه، هقول لكم انا هاجي امتى وهرجع امتى كده يعني. هيكون يوم 21 اغسطس مع الاتحاد السكندري. بص يا جدعان، بص يوسف عبد الحفيظ ينتقل من الاهلي الى انبي في صفقه بيع نهائي يعد موافقه اداره النادي الاحمر. يعني يوسف عبد الحفيظ اللي هو ابن سيد عبد الحفيظ نعمل نهائي من موافقه النادي الاحمر، يعني راح من الاهلي لانبي. بص عادي، مش عادي، مفيش اي مشاكل. انت عندك في لعيبه لعيبه ابناء عاملين في نادي الزمالك مش موهوبه اصلا، مفيش مواهب. بيروح ما يتباع بره الزمالك بيحصل مشاكل بين الناس ديت. مش وعادي اهو. تعالوا شويه من الاهلي يا جدعان. بص بقول لك انديه اوروبا عايز تلعب الاهلي وديات زي مين؟ زي ليفربول وبرشلونه والسيتي. برشلونه لعب الاهلي يوم 19 اغسطس. الاهلي رفض ليفربول، الاهلي رفض السيتي، رفض وديات كتيره جدا مع فرق اوروبيه كبيره. يعني شوف نادي كبير، نادي صرف على المؤسسه، زي ما الناس بتقول كده، صرف على المؤسسه، مش هقول غير كده. وتم البراند بتاعه، وتقل وتقل اسمه بكتير. اسم الزمالك كتير وكل حاجه بتاريخه وكل حاجه، بس هو تقله بكتير اضعاف الزمالك مثلا ب 10 مرات مع احترامي جمهور الزمالك. انا زملكاوي بس اقول لك الحق هنا، الحق هنا. بالظبط بيقول لك قعد فتره ما يردش على اتصالات المسؤولي نادي الزمالك، وعمل بلوك لحد المسؤول للفريق، يعني اللي كان بيرن عليه اداله بلوك. يعني بص يا جدعان، ابيعوه. انا هقول لك دلوقتي، كمل معايا الفيديو عشان اقول لك على شروط هيبيعوه ليه. لو الشروط دي توافق عليها هيمشوه رسميا. انا بقول لك اهو. بيقول لك عمرو ناصر لا يشارك في التدريبات الجماعيه مع معسكر الزمالك بسبب الاصابه، واللاعب سيخضع بعد الفحوصات الطبيه تحديد حجم الاصابه وبرنامج العلاج. طبعا عمرو ناصر سوري. طبعا عمرو ناصر لعيب مهم جدا، هو ما لعبش يعتبر غير في ماتش الاهلي ما خسر 2-1 مع يانيك فيريرا، ربنا يسامحه. كسبنا الدوري في الاخر.
وطبعا يعني جاب كرة في العارضة، ده اللي بالنسبة لي وكمان احنا جبناه ليه؟ جاب الكرة دي في الأهلي، ده بالنسبة لي احنا جبناه عشان كده. أو كان جون إدوار كان موصل اللي هو يجيبه الزمالك، عشان هو جاي، عشان جون إدوار كان مسؤول، كان مشرف على الكورة في نادي فريق فاركو اللي هو التقريبي. فهو جاب أحمد شريف وجاب عمرو ناصر ب 100 مليون جنيه، مش عارف ليه بقى دفعوهم في الآخر، يعني مش خدوا، دفعوهم وتوقعوا عندنا. صعبان عليا أنس وائل وأحمد مجدي، والله صعبان عليا. ده كده نقرا انا الأذان. ده كده نقرا يا جدعان كده، يعني الستوري بتاع ناس وائل اللي على انستجرام. السلام عليكم، انا ناس وائل، بعد 14 سنه داخل نادي الزمالك، بلغوني دلوقتي قبل القيد بكام يوم انا مش هبقى معاهم. وطبعا ده بعد ما شالوني من قائمه الاوليه، وبقيت لعيب حر من حقي امضي في اي نادي براحتي. كلموني وقالوا لي ده حصل بالغلط، وانت مستقبل للنادي وابن النادي، ورحت المعسكر ولعبت أندية، ولغيت أندية كبيرة كانت بتفاوض معايا عشان خاطر أنا زملكاوي، والناس اللي تعرفني تعرف إن أنا كده أصلا أنا زملكاوي. بس دول عصابة، وأنا لسه هحكي كل الكبيرة وصغيرة وحصل معايا، حسب الله ونعم الوكيل في إدارة نادي الزمالك. طبعا بيقول لك دول عصابة بص لعيب صغير يعني مش هيكدب في حاجة، مش هيطبل، ما عادش غير موسم بس مع نادي الزمالك، مش هيطبل يا جدعان. أنا سؤال ده اسمه أنا سؤال شيكة، لعيب مهاري جدا، صنع لعب وبيلعب بلاي ميكر وجناح شمال، فرصة ضيعناه من ايدينا، يعني بالنسبة لي دي متضيعش. واحمد مجدي يا خرابي، اسمع من اللاعب ده ندم، انا جامد نندم عليه ندم. انا بقول لك اهو ناس بيكون هيندم عليه ندم يعني غير طبيعي. اه بيقول لك بتعديل بقى العقود في مركز 2008 2009 و2006 و2005 يعني. نادي الزمالك خسر لعيبة انا زعلت عليها قوي، اتقهرت عليها، هدفعك فنيا وطبعا الفلوس طبعا قدام هيبقى بره، يبقى فيها فلوس احتراف. طرابزون سبور التركي حقق ايرادات تقدر بنحو 12 مليون يورو بإعادة ذكر موسم القمصان محمد صلاح خلال فترة قصيرة، وسجل بس في 3 أيام فقط. بص يعني محمد صلاح ربنا يعتبر من قوة بصيرته، راح نادي الصح بدل لما يروح مدريد ولا تشيلسي ولا مش عارف برشلونة ولا ريال مدريد، راح نادي الصح. راح تلفزيون تركي، بيقول لك تركيا كلها مرحبة بيه، بتقول له بسم الله محمد صلاح، بسم الله محمد صلاح، بسم الله محمد صلاح، بصوت واحد. والرئيس التركي يعني تركيا كلها قامت بيه سياسيا، يعني في الكورة وفي السياسة كلهم رحبوا بيه. ربنا يوفقه. بص بقى الشروط نادي الزمالك، بيقول لك مطالب الزمالك موافقة على البيع اخوان بيزار شباب الاهلي الامارات. اولا قيمة الصفقة 6 مليون دولار، سداد دفعة واحدة. المكافآت تصل حتى مليون دولار إضافية، يعني 7 مليون دولار. يستحق الزمالك مبلغا إضافيا يصل لمليون دولار عن تحقيق البنود التالية. يعني بص ديت سبعة، يعني بص قيمة الصفقة نفسها 6 مليون دولار، بتصل حتى مليون دولار إضافات. يعني من الآخر كده 7 مليون دولار هيدفع. يستحق الزمالك مبلغا إضافيا يصل إلى مليون دولار. بنود تالية: 300,000 دولار تتوج شباب الأهلي بدوري أبطال آسيا أو بطولة آسيوية أو قارية. 300,000 دولار تتوج بشباب الأهلي بلقب الدوري أدونج لإمارات المحترفين. 200,000 دولار إذا سجل اللاعب 15 مساهمة تهديفية تمريرية حاسمة خلال موسم واحد. أنا متوقع أكتر من كده كمان. 100,000 دولار إذا حصل اللاعب على جائزة أفضل لاعب في الدوري الإماراتي، ممكن تحصل بنسبة كبيرة كمان. 100,000 دولار إذا أنهى اللاعب الموسم هدفا لشباب الأهلي، وكمان 20% إعادة بيع خون ألفية بتزيرة لفريق تاني. وطبعا نادي الزمالك طبعا هيستفاد جامد جدا، بيقول لك 6 مليون دولار ده حق الصفقة دفع على دفعة واحدة، زي كمان هتكون مكافآت مليون دولار، ده غير دي بنود اللي قلت لك، دي 20% بيع ولو جاب أهداف كذا مش عارف ياخد اسمك ياخد فلوس، لا دي بنود، دي بقى بنود. اما المكافآت تبقى 7 مليون دولار زائد 6 يبقى 7 مليون دولار في خزينة نادي الزمالك، زائد المليون وخمسمية ألف دولار 8 مليون و500,000 دولار. عبد الله السعيد بيقول لك مش هيجيب المعسكر كام يوم بس عشان امه تعبانه. طبعا ربنا يشفيها وربنا يعافيها ويبارك لها في صحتها لو هي تعبانه. ثانيا لو كده يعني انت مجلس فاشل ما عندوش شخصيه ولا كرامه،
انت كمان انت ماسك اداره نادي الزمالك من الفرق الكبيره اللي حول العالم، ولها جماهير كبيره جدا حول العالم في مصر والخليج، ولها اسمها وتقولها يعني، وبطولاتها من افضل من اكتر الانديه اللي خدت بطولات قاريه في القرن العشرين وفي العالم برضه. يا جدعان يعني مشوه، والله باعوه، مش هتلاقي حد اصلا هيجيبوه. بيقول لك كمان ايه، كل شيء يبدا في العقل وفي الجسد فقد يتبعه. ده اللي سيد عبد الحسام على الانستجرام. كمان عبد الله السعيد اصلا هو بيقول لك كده، فاهم انت، او منزل صوته على في الجيم، اقسم بالله ده الضلع عنده تلاقيه مكسور، بس بيلعب مش كده، معاه بيلعب كده هو بالكوره بقى. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله وحسبي الله ونعم الوكيل، اقسم بالله اتقهرت بسبب دي. احنا كنا مخلصين مع اللاعب، مخلصين مع اللاعب احمد عبد القادر، ايه اتفاقه مع بيراميدز واللاعب يوقع العقود خلال ساعات، وخلاص وقع، خلاص وقع. بقول بص كمان بيراميدز دخل في مفاوضات جد للتعاقد مع مصطفى محمد واصلا النادي بتاعه مش عايزه، وهو مش عايز النادي، فهينتقل، مش كمان كده عروض قويه. العرض الاقوى في المرتبه الاولى بجداره مع مرتبه الشرف مين؟ هو مصطفى محمد. جدعان ايه ده يا جدعان؟ ايه الظلم، ايه الذل ده؟ بص بقى ده، امام عاشور يمدد تعاقده مع الاهلي لمده 2030 مقابل 25 مليون سنويا، عقد اعلاني. يعني يعني بيقولوا مش هيجدد، قصدي مش هيمدد، ما هيروح بره هيبيع الاهلي، ادي ده خازوق، ده الجزرات كده اهو، كده اهو. بص بقى ايش عبد الرحيم ايش لا تجديد عقده مع الزمالك بكام؟ ب 4 مليون جنيه كل موسم، وهتزداد تبقى مثلا 5 مليون و500، 5 مليون و500، 6 مليون بالكتير قوي لو عمل اداء كويس الموسم دوت. يا والله شبه عاوز صرصار يا جدعان، شبه عاوز صرصار. عموته يتمسك بالتعاقد مع موهبة غزل المحلة محمود صلاح، والأهلي ياخد ده جولة جديدة مفاوضات تخفيض مطالب. طبعا النادي بيقول لك أنا عايز النادي بيقول لك عايز 50 مليون جنيه، ده غزل المحلة، والأهلي بيقول لك هندفع 25 مليون جنيه، فأنت في جاب كبير جدا، وعايزين مثلا يقولوا يبقى 30 35 37 مليون كده. فلما هو بصراحة كنت عايزه يعني كان مرشح نادي الزمالك اللي هو يجي الزمالك. الزمالك مايك اهو واقف اهو، مايك مش عارف ان الصفة كلب. الزمالك يسدد اكيد اخيرا 1% كرامة، ده 1%. عقوبات مالية جديدة على شوكا بنزا وشوبيزارا وعبد الله السعيد، ولا اعذار لأي لاعب. طبعا بقول لك عقوبات غليظة، يعني ايه؟ يعني عقوبات، يعني تلاقي كده العقوبة صفحة كده اهو، صفحة من اول بس بحبح ايدك بقى، بحبح ايدك مثلا، كل التمرينات جابوها هيتعاقبوا عليها. بيقول لك البيتسو موسيماني مدير فنية جديدة لمنتخب جنوب افريقيا. وبص ابعد عننا، الناس كلها متعقدة منك، اقسم بالله. انت بعد ما اول ما خسرنا مصطفى محمد مشي، بن شرقي مشي، زيزو، امام عاشور، كلهم راحوا الاهلي، مصطفى محمد يروح بيراميدز. ابعد عننا عشان والله احنا ان شاء الله يعني افريقيا هتلعب في مصر، ربنا يسترها بقى. بقى كده الاستئناف لاتحاد الكورة استعقد جلسة استماع وتحقيق جديدة زيزو والزمالك عشان التنظر من الطرفين وعلى حفظ الشكاوي وتبادل بينهم. يعني هيحفظ هيتم التحفظ على شكوى الزمالك، وهيتم التحفظ على شكوى زيزو، يعني ولا ده يكون كسبان ولا ده يكون كسبان عشان يريح دماغه كده. وبس كده انتهت حلقتنا لغايه النهارده. وانت جديد معانا عامل اشتراك، لو كمل معايا الفيديو اخر حط تعليق ايه رايك في الفيديو، وانت تجمع معايا الاشتراك واعمل لايك لو الفيديو عجبك، وانسخ الرابط واعمل جرس التنبيهات عشان يفيدكش كل جديد. كان معاكم سيد محمد صبري او النسر، وسلام.